واحد الجدرميه يخلصوا غرامه ديال 269 مليار للديوانه وعاد سنين ديال الحبس. فاش تعرفوا علاش غادي نتصدموا. اش تم غير عاد البوليس غادي يشدوا 20 واحد، الاغلبيه ديالهم جدرميه، وواحد قاضي تحقيق، واحد جزائري مشاركين في واحد التهريب ديال المخدرات الدولي من الميناء ديال القصر الصغير اللي حدا طنجه. وهاد الجدرميه مساخ كانوا تيخدموا بواحد الطريقه جهنميه، كانوا متفقين مباشره مع المهربين، كانوا تيقولوا لهم فوقاش الوقيته بالضبط اللي يقدروا يجيبوا الحشيش للميناء ديال القصر الصغير، فوقاش الديوانه ما تتكونش خدامه. كانوا تيطلعوها في الباطويات الكبار ديال السلعه وكتقصد اسبانيا. وراس الحرب هذا الشيء كامل واحد الجزائري اللي كان تيتسنى من الجهه الاخرى باش يوزعها في اوروبا كامله. ودابا تصوروا معايا في كل باطو كيخرج بالسلعه، الجدرميه كانوا كيشدوا الرشوه صحيحه، ضاربين الطم وتيفرقوا ميمي بيناتهم، ضاقوا فلوس الحرام وعجبهم الحال وما يغرقوا حتى وصلوا للفندق. عام والبوليس مكلف بديك القضيه باش نهار يطيحوهم كاملين، والمحكمه ضربات الله ما تقلت شي واحد. تشد واحد جوج متهمين كبار، الاول غادي تعطيه 10 سنين والثاني 9 سنين، وغرامه ماليه تتوصل حتى المليار، والاخرين اللي صغر منهم شدوا ما بين عامين و7 سنين